صباح الخير. أنا كنت قبل أسبوع تقريبا موقف، استجنت يومين وتعرفت على أصدقاء داخل السجن، فخرجت قبلهم ما جلست إلا يومين. ويعني أنا اتحاجت معاهم أننا إن شاء الله حين أخرج أتنظم قصيدة وكذا، لكن جيت أحسبها من هنا ومن هنا، الكلام هو أفضل يعني من القصيدة. طبعا أنا بالنسبة لي لو كنت في مكان الشرطة ما كنت عاد أتصرف إلا بنفس ما تصرفوا معكم، لكن بحكم مثلا أن الظروف غير الظروف والوقت قاسي والظروف استثنائية وذا وذا وذا، يعني إحنا نتمنعهم أنهم يعني يخلوها على قول صاحب صنعاء مخامشة. وبالنسبة لي أنا أتطرح رقم الأستاذ وليد بادي، وإذا شي حد يفزع ولا يفعل خير ولا يضمن فبيض الله وجهه. به ناس قضاياهم بسيطة يعني، بس ما بش من يتابع بعدهم، صح هذاك اللي يجلس تحت النجفة ما بش له رزاح، لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، وقضية بسيطة وبعضهم قد غريمهم عفاء. فقصدي نتراهم وكل واحد يفعل جهد باللي يقدر عليه، وسامحونا على التقصير. بس نصيحتي لبعض الأصدقاء اللي داخل السجن، مهما تكون الظروف صعبة وقاسية، الوازع الديني مهم جدا جدا، والعقائد فوائد، وكل الرجوع رجوع إلا الرجوع إلى الله. فلا نلقيش كل الأعذار على شماعة الأعذار، والدولة هي متعاونة، والأخ وليد مع الضباط بيض الله وجيههم قد خرجونا صلاهانك لاهانك، فإن شاء الله أنا عاد فيهم الخير. وأنا قد أطرح رقم وليد، واللي يشتيف على الخير تواصل مع الأستاذ وليد، وقالوا بيت الخير فيها الخير. والقصيدة ليست مجدية. ثانيا أنا تعلمت درس من الشاعر الكبير محمد بن الذيب، الله يعني يصلح علاقاته وشؤونه ويحل مشاكله. وأيضا من الجرموزي ماشي يدخل لي فيه دار ولا في سياسة ولا في وجع راس، وقالوا الكلام اللين غلب الحق البين، والواحد يضرب بعصا موسى ولا بسيف القبول أفضل له، وعند الله كل خير وما عدل من خير.